السلام عليكم أعزائي المتابعين ومساكم الله بالخير جميعا. وردتني طبعا المئات والمئات إن لم يكن الآلاف من الأسئلة التي تتكرر بخصوص تساقط الشعر. الله اليوم راح أطرح الموضوع بصورة شيقة عن طريق سؤال وجواب لكي يستفيد منه الكثير منكم إن شاء الله، وصيغة السؤال والجواب تعلق في الذاكرة أكثر من الصيغة العادية. أول هذه الأسئلة التي تتكرر هي: ما هي التحاليل المطلوبة لتساقط الشعر؟ يعني عندي تساقط شعر يا دكتور، شنو التحاليل اللي لازم أسويها؟ أذكر لكم إن شاء الله الآن التحاليل المطلوبة لعلاج تساقط الشعر، وبالإضافة إلى ذلك سوف أذكر لكم أغلب الأخطاء التي يقع فيها بعض الأطباء والكثير من الناس. التحاليل اللي راح أذكرها لكم إن شاء الله الحين هي التحاليل المطلوبة لمعظم النساء لتحديد سبب تساقط الشعر، بالتالي نعرف السبب فيبطل العجب. لكم إن شاء الله عن التحاليل المطلوبة، ما راح أطول عليكم، وسأعلق على كل تحليل ليش نسوي التحليل هذا وشلون طريقة العلاج وكم النسبة المطلوبة لنمو الشعر. التحاليل المطلوبة لتحديد سبب تساقط الشعر هي كالتالي: مخزون الحديد أو الفيرتين، فيتامين د، الغدة الدرقية، وبعض الحالات تستدعي الزنك. إن شاء الله راح أتكلم عن كل هذه التحاليل وكيفية العلاج وليش النقص يصير والأمور هذه كلها، ولكن ما راح أتكلم عن نقص الزنك لسببين. السبب الأول هو أن نقص الزنك نادر جدا جدا في مجتمعاتنا، بالتالي لا داعي لأن نسوي تحليل نادر جدا في مجتمعاتنا. السبب الثاني هو أن فحص الزنك قد تستغل بعض المختبرات بأنه يكون مكلف وغالي، ولا داعي أن نسوي تحليل غالي بدون أي فائدة منه. اليوم إن شاء الله راح أتطرق إلى نقص مخزون الحديد بشكل خاص وكيف نعالج مخزون الحديد، لأن الموضوع طويل جدا، بالتالي سوف أتطرق إلى عنصر. أول سؤال طبعا يتكرر هو: لماذا يحدث نقص الحديد عند المرأة ولا يحدث عند الرجل؟ المرأة في كل شهر لديها الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى نزول نسبة الدم في جسم المرأة، بالتالي يؤدي إلى نقص مخزون الحديد. بالتالي عند خسارة الدم بشكل شهري أو خلال الدورة الشهرية يقل الدم ويقل مخزون الحديد، بالتالي يزيد تساقط الشعر عند المرأة. لذلك النساء التي تعاني من غزارة في الدورة الشهرية بالتالي تزيد غزارة خسارة الدم ويزيد نقص الحديد ويزيد تساقط الشعر بالتتابع. راح أكلمكم عن تحليل مخزون الحديد وأكثر الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الأطباء والمتابعين كذلك. كثير من الأخوات تسألني عن تساقط الشعر، أقولها: سويتي تحليل مخزون الحديد؟ تقول: نعم يا دكتور، سويت تحليل الدم. أول شيء تحليل الدم يختلف عن تحليل مخزون الحديد، وإذا كانت نسبة الدم زينة هذا لا يعني أن مخزون الحديد نسبته زينة بعد. الكثير من الأخوات مثلا تدز لي تحليل الدم يكون معقول عندها، ولكن لما تسوي مخزون الحديد نجد أن هناك نقص حاد في مخزون الحديد الفرتي. يعني باختصار تحليل الدم العادي اللي هو CBC يختلف عن مخزون الحديد، ولما تعطينا للدكتور ويقول لك الدم زين هذا ما يعني أن مخزون الحديد زين. بمعنى أن ممكن واحدة يكون دمها زين، يعني ما عندها نقص حاد في الدم أو فقر دم أو أنيميا، ولكن يكون عندها مخزون الحديد قليل وهو الذي يساهم في بناء الشعرة. كثير كذلك من الأخوات تسوي تحليل مخزون الحديد وتقول: يا دكتور مخزون الحديد طبيعي وزين، ولكن ليش عندي تساقط في الشعر؟ في ذلك أن النسبة المطلوبة لمخزون الحديد لنمو الشعر تختلف عن النسبة المطلوبة أو الطبيعية لبناء الدم. لذلك لازم الطبيب اللي يقرأ تحليل الدم ما يقع في الخطأ، لأنك أنت ما قاعد تعالج فقر دم، أنت قاعد تعالج تساقط الشعر والنسب تختلف تماما. لما توصل نسبة مخزون الحديد أو الفيرتين إلى 50، هني تبدأ الوحدة تحس أن التساقط وقف وبدأ يقل الشعر اللي يطيح على فرشاة أو مشط الشعر. بالتالي المرأة تحتاج نسبة مخزون الحديد فوق 50 عشان يتوقف تساقط الشعر، مو يبدأ ينمو، بس لإيقاف تساقط الشعر تحتاج نسبة 50. بعد ما نرفع مخزون الحديد إلى فوق 70، هني تبدأ المرأة بأن تحس أن بدأ الشعر ينمو مرة ثانية، يعني مو بس وقف تساقط بل زاد الشعر في النمو. باختصار النسبة مخزون الحديد فوق 50 تخلي الشعر يوقف عن التساقط، والنسبة فوق 70 تخلي الشعر يبدأ ينمو مرة ثانية. الآن ننتقل إلى العلاج. خلينا نقول مثلا واحدة من المتابعات سوت مخزون الحديد، طلع مخزون الحديد 10، شلون تعالج نفسها؟ طبعا مصادر طبيعية للحديد راح أتكلم عنها إن شاء الله في مقال خاص عنها، المصادر الطبيعية للحديد، ولكن اليوم راح أتكلم عن الحبوب المستخدمة للعلاج. حبوب الحديد المستخدمة الدارجة في مجتمعنا هو نوعين من العلاج، واحد اسمه فيرس سلفيت والثاني اسمه ترايهيميك. نتكلم أول شيء عن الفيرس سلفيت. الفيرس سلفيت موجود في أغلب الصيدليات، سعره رخيص جدا ويستخدم من 2 إلى 3 مرات في اليوم حسب نسبة نقص الحديد. النوع الثاني اللي تكلمت عنه وهو ترايهيميك، ميزته أنه يأخذ مرة واحدة في اليوم، بالتالي ما له داعي تاخذينه مرتين أو 3، ولكن سعره أغلى شوي نوعا ما.
كثير من الأخوات تقول والله يا دكتور صار لي 4 أشهر آخذ حبوب الحديد وملتزمة فيهم، ولكن ما ارتفع عندي مخزون الحديد، ليش يا دكتور؟ أشوف كثير من الأخوات اللي تاخذ حبوب الحديد مدة 4 أشهر ملتزمة فيهم وما يرتفع عندها مخزون الحديد، وأسألها بعض الأسئلة وأجد هذا الخطأ الكبير. حبوب الحديد يا أعزائي عشان يمتص الجسم لازم تاخذها على بطن فاضي، بمعنى تاخذها قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين على الأقل. في شغلات تأثر على امتصاص حبوب الحديد نفس الكالسيوم وفيتامين د وغيرها من الحبوب، بالتالي لازم تاخذها بروحها، ما تاخذ وياها أي نوع من أنواع الحبوب. كثير من الناس ياخذ حبوب علاج المعدة سواء كانت حموضة المعدة أو القرحة أو الارتجاع، هذه تقلل امتصاص الحديد، بالتالي أخذهم بس فرق بينهم بالتوقيت. هناك فرضيات تقول ان اذا اخذت حبوب الحديد واخذت وياها فيتامين سي راح يزيد امتصاص الحديد، بالتالي الكثير من الناس ياخذ الحبة وياها عصير برتقال مثلا. طبعا فئة من الناس اللي عنده مثلا مشاكل في المعدة او ارتجاع ما يقدر يتحمل حبوب الحديد على بطن فاضي، بالتالي ممكن ياخذ وياها وجبة بسيطة جدا. في حال مثلا وحدة اخذت حبوب الحديد ملتزمة فيهم وملتزمة بالطريقة اللي قلنا عنها عن طريق اخذ حبوب الحديد، ولكن ما ارتفع مخزون الحديد بعد فترة، شنو السبب؟ أغلب هذه الأسباب خصوصا عند النساء هو غزارة الدورة الشهرية، بالتالي الوحدة تخسر دم زيادة عن اللزوم، ومهما عوضت من كمية حديد فهي غير كافية. السبب الثاني يكون في بعض النساء التي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي نفس تقرح القولون أو مرض كرونز أو حساسية القمح أو غيرها، هذه تقلل من امتصاص الحديد. الكثير من الناس كم مدة الكورس، يعني أخذ الحديد مدة كم شهر قبل عيد التحليل؟ غالبا ناخذ الحديد مدة 3 أشهر قبل ما نعيد التحليل. الأخوات يسألون يا دكتور ليش ما أخذ درب بدل ما أخذ كورس كامل 3 أشهر؟ الدرب مفيد في بعض الحالات ولكن ممكن يسبب حساسية للبعض. في الختام طبعا أعتذر عن الإطالة لأنه طولت عليكم شوية في الفيديوهات، ولكن حبيت أعطي شرح تفصيلي عن كل الأخطاء التي تحصل في مخزون الحديد. في الأيام القادمة إن شاء الله راح أتكلم عن نقص المواد الأخرى في تساقط الشعر نفس فيتامين د والغدة الدرقية وغيرها، وبعض المواد الطبيعية المفيدة للشعر.